اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثالثه من رول موديل بودكاست. حقيقه الحلقه النهارده وضيف النهارده احنا متحمسين جدا واحنا بنحضرها له. ضيفنا النهارده مفيش حد في السوق العقاري ما يعرفوش. مجاله يعتبر 60 و70% من شطاره اي سيلز في السوق. الحقيقه الراجل ما سابش مجال الا درسه وتخصص فيه. ضيفنا النهارده هيتكلم في نقط مهمه جدا بيدفع لها فلوس. ورقه وقلم وسجلوا معانا وتعالى نشوف مين ضيف حلقتنا النهارده. أنا تامر محفوظ، أنا صاحب شركة ريكاب. ريكاب stands for Real Estate Capital، اللي إحنا في الماركت دلوقتي بقالنا تقريبا 10 سنين. إحنا mainly بنشتغل على concept development. development يا إما لشركات real estate من ناحية تطوير الأعمال نفسه. إحنا بنأكت as a business consultant مع شركات real estate من أول بقى feasibility study، دراسات الجدوى كلها كاملة، commercial development زي tenant mix و leasing strategy، business development، marketing، sales strategy development. الجزء الثاني اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو الهيومن ديفلوبمنت. وي هاف ريل استيت اكاديمي او ريكاب اكاديمي. تقريبا اشتغلنا مع اكتر من 500 شركه ريل استيت موجودين في الماركت لغايه دلوقتي. مين اللي بنشتغل على كونسبت الديفلوبمنت والتريننج للقطاع العقاري، سواء ريل استيت بروكرج او ريل استيت ديفلوبمنت. يا دكتور ازيك؟ شرفتنا. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ ايه الحمد اخبارك؟ لله والله كله تمام. انا عايز اقول لك ان انا اصلا متحمس للحلقه وفي كده سعاده شخصيه جوايا. انا اكتر بجد. يعني عايز احكي لك حاجه. انا اصلا من الاهداف القريبه بالنسبه لي ان انا اجي لك كده واقعد قدامك واربع ايدي واتعلم. فمبسوط ان البودكاست جمعنا قبل ما انا اجي لك واتشرف حبيبي بيك. حبيبي. ربنا يخليك. عايز اسالك على حاجه مهمه. احنا واحنا قاعدين معاك في البيزنس ميتنج كنت دايما بتنصح بفكره انه السيلز لازم يتعلم. فعايز اسالك، لو انا عايز ابقى سيلز عقارات يعني سوبرمان، هل هي علم ولا فهلوه وتجارب عمليه؟ هو ما ينفعش يبقى الاثنين. بص، ماشي. سيلز عشان يبقى شاطر قوي محتاج ان هو يشتغل على نفسه، educations وتريننج وديفلوبمنت. وفي فرق على فكره ما بين كلمه تريننج وديفلوبمنت او تدريب وتطوير. اوكي. انا بتدرب على حاجه انا بعرف ازاي تتعمل. تطوير انا بطبق الحاجه دي. اوكي. بجانب الكلام دوت خبره. فالسوق هو اكبر مدرسه ممكن تعلم اي سيلز. الفرق ما بينه وما بين اللي بيتعلم ان هو بيعرف يستفيد من خبره السوق بسرعه. فاي حد بياخد تريننج وبيبتدي يطبق الكلام دوت، جانب العملي هو ده اللي بيعرف يوصل بسرعه. حلو قوي. فالسوق هو برضه على فكره السوق هو اكاديمي، هو سوق مدرسه، بس بيعلمك للاسف بالطرق ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، ففيها تجربه وخطا كتير. اوكي. انما لما بتاخد تريننج وتبقى عارف الاسس اللي انت هتمشي عليها صح، مع الخبره العمليه بتوصل اسرع. وده الفرق ما بين ان السيلز اللي هو بيروح للخبره العمليه بس، والسيلز اللي هو بياخد تريننج وبعد كده برضه بياخد الخبره العمليه. حلو قوي. كويس. فالسيلز هو محتاج محتاج اللي هو يركز ان هو يطور نفسه صح بأسس صح، بس من غير ما يبقى فيه تجربه وخطا. ففكره التجربه والخطا دي للاسف بتطول الوقت، فما بيوصلش اسرع. فاللي بيوصل اسرع هو التريند، هو اللي بيشتغل على نفسه بيعمل ديفلوبمنت، بجانب طبعا خبره سوق. حلو قوي. علم زائد خبره سوق. لازم الاثنين طبعا. ممتاز. لو بحكم خبرة حضرتك في التريننج لأغلب السوق العقاري، لو بنقول احنا هنصنف السيلز في السوق لثلاث أو أربع أنواع، من وجهة نظر تامر محفوظ، إيه الأصناف أو أنواع السيلز اللي موجود في السوق؟ بص، هو انا لو جيت قلت لك ان هم بيتصنفوا مثلا هانتر وفارمر، بحس دايما ان دي اجابه تبقى اجابه نظري شويه. بس انا ممكن اخدها بكلاسيفيكيشن او تقسيم تاني شويه. ممكن اقول لك الفرق ما بين المجتهد والشاطر. اوكي. مين بالنسبه لك مين احسن، المجتهد ولا الشاطر؟ المجتهد صح. والشاطر. الاثنين بقى، المجتهد الشاطر. لان لو واحد مجتهد عايز يعرف يوصل ومش عارف ازاي، في وقت من الاوقات هيعرف وهيوصل. انما اللي بيعتمد على شطارته بس وما بيجتهدش، بيبقى ده واقف في مكانه وما بيتحركش. فالمجتهد هيبتدي يبقى اسرع منه في وقت من الاوقات، هيبقى مجتهد وشاطر. فلو هتيجي تقول لي كلاسيفيكيشن الصح العملي، مش هقول لك بقى فارمر وهانتر وان دوت بيصطاد وده بيحاول ان هو يعمل فارمنج في الماركت. لا، المجتهد الشاطر ان هو بيحاول ان هو يجتهد وفي نفس الوقت مع اجتهاده دوت بيبقى شاطر في الماركت. انما اللي بيعتمد على شطارته بس ده بيفضل في مكانه. شيء كويس جدا. اوكي. طيب لو حبينا نتكلم، لو تديني كده شويه مواصفات للسيلز البروفيشنال، يعني دكتور تامر بيشوفه ازاي؟ طيب
يعني ايه سيلز بروفيشنال؟ سيلز بروفيشنال هو اللي بيسيك efficiency في كل حاجه. efficiency اللي هي الكفاءه. في فرق شويه ما بين الeffectiveness والefficiency. effectiveness فعال، اللي انت بتوصل لنتيجه ملموسه، بالعربي كده انت بتبيع. efficiency اللي انت بتعرف تعمل ده بس باقل وقت، باقل جهد، باقل تكلفه. اوكي. فانا ممكن اوصل لنفس الطريق اللي انت توصل، بس اخد وقت اطول او اخد جهد اطول او اصرف فلوس اكتر او تكلفه اكتر. هو البروفيشنال هو اللي بيعرف يوصل للنتيجه اللي هو عايزها بس باقل وقت، اقل جهد، اقل تكلفه. عشان تعرف تعمل ده محتاج ان انت على طول تبقى اب تو ديت، محتاج ان انت تبقى عارف ايه اللي بيحصل في الماركت، محتاج ان انت تبقى عارف ان اللي انت كنت بتعمله من سنتين 3 وبينجح لو طبقته الايام دي مش هينجح. انت محتاج تغير كل شويه من نفسك. فلو مش هتتعلم ده هترجع لورا، مش هتفضل في مكانك للاسف. لا، هو الماركت سريع جدا وفيري دايناميك، بيتغير بسرعه، فانت محتاج ان انت تتغير معاه. ده بالنسبه لي السيلز بروفيشنال. حلو قوي، كويس. انت فاكر واحنا قاعدين معاك في البيزنس ميتنج كان في مصطلح كده حضرتك قلته، ومن وقتها انا يعني حطيت في ذهني ان احنا لازم نسال السؤال ده. اتفضل. فكره السمارت سيلينج، او ان انا ازاي كسيلز ابيع بطريقه سمارت. ممكن تقولي يعني ايه اصلا المصطلح ده؟ بشكل بسيط قوي، سمارت سيلينج معناها ان انت حضرتك مش ورك هارد، ورك سمارت. ورك هارد انت بتبذل مجهود، ورك سمارت ان انت بتعرف توصل لنتيجه برضو بنفس الكلمه اللي انا لسه قايلها، اللي هو اقل وقت، اقل جهد، اقل تكلفه. working smart او السمارت سيلينج اللي انت بتشوف untraditional ways او طرق غير تقليديه اللي انت تعرف توصل بيها للنتيجه بطريقه اسهل او اسرع او تكلفه اقل. اوكي. وناخدها بقى من اول سيل سايكل. انا هوصل للعميل ازاي؟ للاسف انا ضد الكول كول. الكول كول بالنسبه لي هي برانك كول، انت بتعمل معاكسه مش اكتر من كده، والافشنسي بتاعتها تبقى للاسف قليله جدا، مع ان حضرتك تقدر توصل بطريقه ثانيه غير تقليديه للكاستمرز وبرضه فري. انت تقدر تعمل بقى بيرسون براندنج لنفسك، تخلي الكاستمر هو اللي يجي لك. حلو قوي. ادينا بقى حته، عايز حته بقى من الحاجات اللي بيدفع فيها فلوس. دلوقتي الكاستمر بيدور على الاتراكشنز، وزهق جدا من الشكل التقليدي للماركتنج كامبينز والادز اللي بيشوفها كل شويه. دلوقتي في ناس كتيره جدا بتبتدي تعمل لنفسها بيرسون براندنج، مالكش دعوه بالشركه، هو نفسه بيطلع مثلا على السايتس بس باتراكتيف فيديو، بيبقى في ساوند تراكس بيبقى موجود، في فيديو اديتنج موجود، بيصرف شويه مجهود، مش بيصرف فلوس، بيصرف شويه مجهود ان هو يطلع فيديو فعلا اتراكتيف اون جراوند، بيطلع على جوه يونت بيصور مثلا او جوه سايت بيصور. الفيديوز بتطلع بشكل كويس جدا، بتطلع بشكل اتراكتيف قوي، فبيبتدي الكاستمر يبقى عايز يعرف مور ديتيلز على اللي هو شافه، الشكل الجميل اللي هو شافه دوت، عايز يعرف مور ديتيلز. طب انا كده كريت وعملت ليد جنريشن فور فري. زيرو، صح. ده مثلا ابسط مثال اللي انت حضرتك ممكن في بقى عن طريق لينكدين. للاسف بلاتفورم منسي تماما، مع انه اكتر بلاتفورم تقدر توصل بيه لاورجانيك ليد، واورجانيك ليدز فري عن طريق لينكد ان. مش بس بقى ازاي تعرف توصل للكاستمر، ازاي تعرف تابروتش الكاستمر، ازاي تعرف النيدز بتاعته، ازاي تحول النيد لونت، ازاي تحول الونت الفاليو. في سايكل كثيره جدا. للاسف احنا لو احنا ابتدينا نشتغل بشكل تقليدي هتاخد مني وقت ومجهود، انما في ممكن طرق تانية تسرع السيل سايكل. فمن الليد تو من الليد تو ديل تاخد وقت اقل، فتقدر حضرتك بقى اللي انت الكونفرجن ريت بتاعك او نسبه تحويل تعلى شويه. حلو قوي. ده السمارت سيلينج. حلو قوي، ممتاز. طيب الفترة اللي فاتت بدأنا نشوف حركة تطور لسيلز كتير، من سيلز لتيم ليدر لسيلز مانجر. أنا كسيلز إزاي هيئ نفسي إن أنا أكون تيم ليدر شاطر أو سيلز مانجر شاطر؟ إيه المواصفات اللي صح اللي تخليني فعلا أكون مؤهل لأن أشتغل أو أبقى مؤهل للمنصب ده؟ أول نصيحة، ما تستناش التايتل يجيلك. اكت دلوقتي از سيلز مانجر. هو السيلز مانجر او التيم ليدر مطالب بايه؟ مطالب ان هو يعمل كوتشنج للناس، مطالب ان هو يوجه الناس، مطالب ان هو يبقى في ظهر التيم بتاعه، مطالب ان هو يعلمهم، مطالب ان هو يطورهم. ما انت اوريدي اصلا جوه تيم في ناس جديده وفي ناس قديمه، فانت اوريدي اصلا بيجي لك فريش بلاد، بيجي لك ناس لسه متعينه. ما تستناش ان ده يطلب منك، اعمله انت على طول اجتهادي. اقعد مع التيم الجديد، اكت از مانجر على طول. اوريدي لو انا دلوقتي صاحب شركه او سيلز دايركتور وشايف موظف مجرد سيلز، مش مانجر مش تيم ليدر، بس هو اوريدي اصلا قايم بالدور ده، هو اثبت لي بشكل عملي
هو اوريدي تيم ليدر إن هو تيم ينفع. مانجر، بس ده مش كفايه. يعني اللي هو يقوم ده طبعا معاه لازم حضرتك اللي انت تدرس ده، تدرس يعني ايه مانجمنت. وبرضه هرجع تاني اقولها بنفس الطريقه، تريننج لوحده مش كفايه، انت محتاج ان انت تدرس وتطبق، مش تدرس بس، تدرس وتطبق. فتدرس وتطبق بشكل عملي، عندك اوريدي حقل تجارب تقدر تطبق عليك الكلام دوت مع الناس اللي لسه فريش اللي داخله معاك. فخلاص انت باي ديفولت اثبتت لنفسك واثبتت لغيرك واثبتت لمديرك ان انت تقدر تترقى، ان انت اوريدي قمت بالدور دوت. فباي ديفولت خلاص هو شايف ان انت اصلح واحد بشكل عملي. هو لو سمارت انف اكيد طبعا ساعتها انت كده اجبرت مديرك ان هو يراقبك. بس عارف يا دكتور، من الحاجات اللي دايما مشغلاني بما ان احنا خلاص في اخر السنه، تجهيزات السنه الجديده. 2023 كانت صعبه مليانه تحديات، واي ثينك 24 برضه هتبقى بنفس الطريقه. أصعب. يس. وانا شخصيا مهتم ان اسمع اجابه السؤال ده من كل الناس. عايز اعرف ازاي انا كسيلز بروفيشنال سوبرمان في السيلز استعد ل 2024. طيب دايما المطلع المتعلم هو اللي بيعرف يتوقع اللي بيحصل. يعني بريدكشن طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عالم باللي هيحصل، بس في ويز ان انت تقدر تبريدكت او تتوقع ممكن اللي هيحصل. في حاجه اسمها بيستن اناليسيس اللي هي بوليتيكال ايكونوميكال سوشيال تكنولوجيكال انفيرمنتال ليجل. عارف الحاجات دي ممكن شويه كده من بعيد تبان انها ما لهاش اي علاقه خالص بالريل استيت. هاويفر الست نقط دول هم بيأثروا بشكل قوي جدا في الريل استيت. بوليتيكال الوضع السياسي، ايكونوميكال الوضع الاقتصادي، سوشيال الوضع الاجتماعي، تكنولوجيكال تكنولوجي، انفيرمنتال الوضع البيئي، وليجل. دول الست حاجات المتغيرات اللي ممكن تحصل في الماركت اللي تأثر بوزيتيف اور نيجاتيف، سلبا او ايجابا، على الريل استيت. الوضع السياسي في مصر انت لو قريته كويس جدا هتعرف 24 هيحصل فيها ايه. الوضع الاقتصادي هتقرا اللي هيحصل فيه ايه. طب خلاص وانس اللي انت قريت هتبتدي تحتاط ليه. لو هي بوزيتيف ابتدي تستغل بقى الفرصه، لو هي نيجاتيف ابتدي حاول ان انت تبعد او تقلل تاثير الجزء السلبي عليك. فهي تستغل الفرصه اللي هتبقى موجوده، يا اما حضرتك هتبتدي تبعد عن التهديد اللي ممكن يحصل في الماركت. ناخد مثال بسيط قوي. البرتشيزنج باور دلوقتي للجنيه عمال يقل، في بيحصل انفليشن وللاسف ده مكمل في 24 وممكن يبقى فيري اجريسيف عن 23 كمان. طب اوقف شغل؟ ابطل شغل؟ لا طبعا. ابطل اروح اللي انا ابيع ريل استيت؟ اكيد ده لا. الناس دلوقتي المصريين اللي عايشين في الخارج او ايفن حتى الفورنرز هم شايفين دلوقتي العقار في مصر قيمه استثماريه، مش بس فرصه استثماريه قويه جدا. لان انت حضرتك قيمه الريل استيت او يونت او البروبرتي قيمتها عماله تزيد مع الوقت، والانستولمنت قيمته بتقل مع الوقت. فانت كده بتتكلم تقريبا في دبل انفستمنت. بلس كمان ان احنا اعلى قيمه ايجاريه موجوده في المنطقه العربيه كلها تقريبا ريل استيت. احنا عندنا الكاب ريت او اليلد اللي بيجي من البروبرتي عالي جدا، وبيحصل برايس ابريشيشن لليونت بشكل رهيب، بتوصل تقريبا لحوالي 40 و50% في السنه الواحده. احنا بنتكلم ان ديسكاونت ريت او قيمه الجنيه بتقل تقريبا حوالي 20%. فلو قيمه العقار بتزيد 50%، 40%، ايفن حتى لو 30%، وقيمه الجنيه بتقل، بريزنت فاليو بتاعتها بتقل تقريبا حوالي 20%، ستيل انت بتتكلم ان الريل استيت وعي استثمار. لو بصيت بقى على الذهب، بصيت على الدولار، لو حسبتها بحسبه البريزنت فاليو هتلاقي ان للاسف ان ولا الدولار ولا الذهب وعي استثماري، هو مجرد وعي ادخاري. هو بيحافظ على القيمه مش اكتر. صح. لو انا عرفت اقرا ده وشايف ان هو مكمل، ما انا كده قدرت اتراكت الاوفرسيز اكتر واقنعه ان هو وعي استثماري قوي. مش بس الاوفرسيز، نفس الحكايه كمان للكاستمر اللي موجود في مصر، اقدر اقنعه بده. طب لو انا مش قاري البيستل اللي هي البوليتيكال وايكونوميكال سوشيال تكنولوجيكال انفيرمنتال ليجل، مش هعرف اعمل ده. 2024 فيري تشالنجينج، التحديات فيها عاليه جدا. الاقوى هو المتعلم، الاقوى مش حجما، الاقوى هو المتعلم اللي هيتعلم كويس جدا، اللي هيعرف يقرا الماركت رايح فين، هيعرف يستغل الفرص. حلو قوي. ده حلو. طيب لو قلنا ان في السوق بتاعنا حبه مصطلحات كتير كده بتتقال بطريقه غلط. يمكن احنا فضلنا شويه يمكن
دول حضرتك لما بتيجي تاخد لنا كورس او بنسمع منك معلومه، دي بتساعدنا ان احنا نقدم معلومه صح. من ضمن المعلومات الكتيره اللي بتتقال غلط في السوق الفرق بين الار او اي والار او اي، وازاي العميل يكسب والحاجات دي. ازاي انا اوضح للعميل بتاعي ازاي هو فعلا في حاجه اندر كونستراكشن يكسب؟ بص، الريل استيت موديل بسيط، يعني حسبته بسيطه جدا. هو بيلعب على تو فاكتور، ييلد وريتيرن. ييلد هو البروبرتي انكم او الكاب ريت، او اللي هو بالعربي بالمثال البسيط بتاعه يعني الانكم اللي جاي من الرنت، الانيوال رنت. وبيلعب على جزء تاني ريتيرن، اللي هو في اخر فتره الاستثمار. لو احنا بنتكلم مثلا ان انت حضرتك اشتريت يونت باكس وهتبيعها بدبل اكس، الريسيل فاليو بتاعتها طبعا هتبقى اعلى. فبيلعب على النقطه الثانيه اللي هي البرايس ابريشيشن. الميزه بقى في الريل استيت ان انت ما بتدفعش 100% من التوتال ايكويتي. بالظبط، اوف بلان. يعني انا دلوقتي بشتري سبيكه ذهب، هشتريها كاش وكلها وهدفع ثمنها كل مره واحده. الريل استيت انت تقدر حضرتك لو اشتريت بروبرتي، بالذات كمان الكوميرشال، وبالذات جوه كوميرشال الادمن، لو انت اشتريت مكتب اداري او ادمن يونت، تقدر حضرتك تدفع 50% تقريبا من ثمنها قبل الاستلام، وال50% الثانيه تقدر تدفع جزء، ممكن كل اللي عليك كانستولمنت من الرنت. صح جدا. فانت كده دفعت 50% من الايكوتي، و50% الثانيه اتدفعت عن طريق اليونت. دي حاجه اسمها ايكوتي بيلد اب. الفرق ما بين الار او اي والار او اي هي الايكوتي بيلد اب. الار او اي هو بيشوف توتال اليونت كسبت كام، انما الار او اي انت فلوسك زادت قد ايه. وطبعا في فرق كبير جدا. فممكن ساعتها تبص تلاقي ان الار او اي او الار او اي سوري دبل الار او اي، كده انت بتعمل عمليه ليفرج اللي هي مضاعف ربحيه. ده الفرق ما بين الار او اي بشكل بسيط. ما قلناها في مصطلح كده بتاع عربيه الفول. عربيه الفول. عربيه الفول. عايزين نسمع عربيه الفول دي عايزه ورقه وقلم دي بس يعني. لا باختصار كده عربيه الفول. بص يعني هقول لك على شكل ابسط شويه. خليها ممكن نتكلم على ريل استيت بشكل ابسط شويه. انت دلوقتي لو اشتريت اشتريت مكتب اداري ب 4 مليون، هتدفع 2 مليون قبل الاستلام وعليك 2 مليون بعد الاستلام. الكاب ريت بالنسبه للمكاتب الاداريه بنتكلم في 10%، 10% تقريبا. مع اقل نسبه زياده سنويا اللي هي تقريبا دلوقتي 30% كل سنه، معنى كده ان الوحده اللي ب 4 مليون بعد 3 سنين اللي هو تقريبا وقت الاستلام هتبقى تقريبا حوالي 8 مليون. يعني زادت 100%. هنا ساعتها الكاب ريت اللي هو ال 10% هيتضرب في 8 مليون مش 4 مليون. يعني هتجيب لك تقريبا حوالي 800,000 جنيه كل سنه. سيبك من الزياده السنويه، 800 في 5 سنين انت كده تجيب لك 4 مليون جنيه توتال اليونت كله اللي انت دفعته. من ال 4 مليون بقى هتدفع 2 مليون الاقساط اللي عليك، وهيتبقى كمان 2 مليون. في نفس الخمس سنين دول ثمن الوحده برضه عمال يزيد، هتوصل تقريبا حوالي 20 مليون. يعني 4 مليون ما دفعتش منهم غير 2، بقوا 20 مليون. ايفن اف بقى ال 20 مليون دول هيحصل لهم طبعا ديفالويشن، قيمه ال 20 مليون مش زي 20 مليون بتاع دلوقتي، بس ستيل كده انت حضرتك عملت ريتيرن الايكويتي برقم كبير جدا. انت بتتكلم 2 بقوا 22، يعني الصافي 20 اوت اوف 2 مليون. انت بتتكلم تقريبا في حوالي 1000% زياده في 8 سنين، يعني تقريبا حوالي الاي ار ار بتتكلم تقريبا من 100 ل 125% في السنه. بالظبط. هتحسب النت بريزنت فاليو للارقام، هتبص تلاقي ان انت حضرتك برضو كسبان. ففعلا الريل استيت انفستمنت هو فعلا وعاء استثماري قوي. عارف يا دكتور، في تايتل كده انا شخصيا عايز اعرف عنه اكتر، اللي هو الكوميرشال دايركتورز. عايز اعرف الكوميرشال دايركتور اصلا دوره ايه في الشركات، ومطلوب منه ايه يعني باختصار كده كمهارات، ايه السكيلز اللي لازم تبقى عنده او النولج اللي لازم تبقى عنده. بيرفكت. كوميرشال دايركتور او سي سي او، شيف كوميرشال اوفيسر او كوميرشال دايركتور، هو تقريبا الرول بتاعه فيري كروشال، مهم جدا. بس للاسف ساعات بعض الشركات بينحصر فيها الكوميرشال دايركتور في دور السيلز، ان هو يبقى سيلز، بقى سيلز مانجر، بقى سيلز دايركتور. هو فاهم كويس قوي في المبيعات وشاطر جدا، تيجي تساله اي حاجه ليها علاقه بالسيلز هو عارف كويس جدا. اوكي. حتى تعالى يلا نعمل سيلز بلان وسيلز استراتيجي 3-4 سنين قدام، ومتعود عليها وعارفها.
خدها من اول، هو كان صنايعي في الشغلانه وبعد كده بقى الباشا في الشغلانه بتاعته. طب بس الكوميرشال دايركتور مش هيدنج سيلز بس، الكوميرشال دايركتور هيدنج سيلز وماركتنج واوبريشن وانفنتوري مانجمنت وحاجات كتير، او سي ار ام وكاستمر سيرفيس وكاستمر اكسبيرينس وافتر سيرفيس وكول سنتر، وبيجمع الخيوط دي كلها مع بعض. فالكوميرشال دايركتور هو كروشال جدا، بس لازم يبقى عنده النو هاو ان هو يقرا كل ده، يلينك كل ده ببعض. فلازم يبقى فاهم ماركتنج، لازم يبقى أوكي. فاهم كاستمر اكسبيرينس، لازم يبقى فاهم اوبريشن، لازم يبقى فاهم مثلا برايسنج. دي مثلا خناقه دايما بشوفها، هو مين مسؤول عن برايسنج؟ بالظبط. دايما بعض الشركات تقول لك الديفلوبمنت تيم هو المسؤول عن برايسنج، السي اف او هو المسؤول عن برايسنج، الانجينير هو المسؤول عن البرايسنج. ساعات السي او نفسه صاحب الشركه او السي او يتدخل وهو اللي يحط البرايسز، مع ان اكتر واحد المفروض هو اللي يبتدي يقول البرايس اللي هيبقى appealing for market، ان هو هيبقى فعلا كاستمر willing to pay، اللي هو مستعد ان هو يدفع، كوميرشال دايركتور، لان هو الوحيد اللي شايف الماركت، هو اللي شايف الكاستمر يقدر يدفع كام، هو اللي يقدر يحول اليونت لفاليو. الراجل بتاع الديفلوبمنت هو مش شايف ومش عارف الكاستمر بالظبط والكاستمر سيجمنت وهو willing to pay what، انما مين اللي شايف كل ده؟ المفروض الكوميرشال دايركتور. طبعا كده كده بيقعد برايسنج كوميتي، الناس دي كلها بتقعد على الترابيزه بيتفقوا، بس مين اللي يطلع يتكلم ويقول وصوته عالي ويقول هنسعر بالرقم ده او بالرقم ده؟ كوميرشال دايركتور. طب لو انا بقى مش فاهم ده، مش فاهم يعني ايه برايسنج، مش فاهم يعني ايه نت بريزنت فاليو، مش فاهم مثلا برايس سنسيتيفيتي اناليسيس وازاي اعرف اعمل تحليل الاسعار اللي موجوده في الماركت، مش عارف اوصل للماركت بريفرنس والكاستمر بريفرنس والكاستمر عايز ايه وهيدفع كام او willing to pay what، ساعتها هتنحى عن الدور ده واسيبه للديفلوبمنت تيم. طب انا كمان مش فاهم ماركتنج، هتنحى عن الدور ده واسيبه للماركتنج مانجر. طب انا مش فاهم كاستمر اكسبيرينس وكاستمر سيرفيس ومش عارف بتدار ازاي، فهتنحى عن الدور ده للناس اللي ماسكه الكاستمر سيرفيس، وبالتالي اصبح كوميرشال دايركتور هو مجرد سيلز دايركتور بس واخد التايتل، وده مش صح. بالظبط. فلازم كوميرشال دايركتور. طب لو انا دلوقتي يا تامر سيلز دايركتور هرجع تاني اشتغل ماركتنج؟ لا، ادرس. انت مش لازم كل حاجه تشتغلها بايدك، في حاجات اشتغلتها بايدك شكرا برافو عليك، خدت الخبره العمليه بتاعتها، الباقي الحاجات التانيه انا مش هتقدر تشتغلها تاني، مش هرجع تاني بقى من الصفر ابتدي ابقى ماركتنج سبيشالست لغايه لما ابقى ماركتنج دايركتور، ما انا هاخد، وده مش لوجيك. ادرس، تقدر تدرس ده، حلو قوي. تقدر تدرس فاينانس. بمناسبة الدراسة الام بي اي امتى اقول ان انا محتاجها؟ ام بي اي مهمه جدا لاي حد بيفكر ان هو يبقى مدير، بس عمر ما كانت الام بي اي لوحديها هي انف، هي مجرد دراسه. هي انا درست ام بي اي وفادتني جدا في البيزنس بتاعي، بس انا ساعتها كنت بره الريل استيت، كنت في التلك. فلما درست ام بي اي فادتني كتير جدا في شغلي، وقدرت ان انا احول الجزء النظري الاكاديميك اللي انا درسته في الام بي اي لجزء عملي جوه شركتي. فانا كنت شغال ساعتها في شركات تيليكوم، فقدرت احول الكلام اللي انا درسته جوه الشركه. فالام بي اي مهمه جدا، بس عمرها ما كانت هي العامل الوحيد لنجاحها، هي اداه مساعده مهمه. طبعا مهمه، الدراسه عامه مهمه، القرايه عامه مذاكره مهمه، بس مذاكره من غير تطبيق للاسف انت كده فقدت نقطه مهمه جدا. كأني ما عملتش حاجه. بالظبط. في فكره كده انا مؤمن بيها جدا، فكره انه اي حد وصل لمكانه معينه، وليكن مثلا دكتور تامر النهارده بالبوزيشن بتاعه والشغل بتاعه ده كان بناء على تجارب كتير عدى بيها وقصص وفلسفات خاصه بيه عن النجاح وعن السعي والطموح. واحنا بنتكلم عن الهيستوري بتاعت حضرتك كده، فقلت ان انت في لحظه الطفوله او في فتره الطفوله كان في حظ وكان في حياه ما فيهاش اي بلاننج خالص، وفي فتره كده معينه لما بدات يعني تبقى واخد بالك من فكره البلاننج، الموضوع ده عمل فرق كبير جدا في حياتك. فممكن نحكي شويه عن الموضوع ده؟ بص، يعني الحمد لله كان في طبعا تجارب كتيره جدا، ساعات بتبقى حاجات كويسه حاجات بتبقى وحشه، بس كلها كانت بتحصل بالصدفه. يعني عارف انت واحد سايب نفسه للصدفه والظروف. انا كنت الشخص دوت. دخلت كليه بالصدفه، اتخرجت منها بالصدفه، ايفن حتى اشتغلت في مجال التليكوم بالصدفه. اول ما اشتغلت يعني انا اشتغلت تقريبا في حوالي 5 شركات او اكتر كمان، ما قعدتش فيها غير شهر شهرين لغايه لما استقريت في شركه فودافون.
اوكي. شركه فودافون صراحه انا اتعلمت منها حاجات كتيره هي جدا. مدرسه كبيره. هي مدرسه كبيره، وهي يعني انا قعدت تقريبا فيها 8 سنين، وتقريبا لفيت في كل الادارات بتاعتها كلها. دخلتها طبعا جونيور صغير، وسبتها مانجر، وبعد كده جوين اوراسكوم تيليكوم، سبتها از دايركتور. اول سنه ليا وانا في فودافون وقفت كده مع نفسي واقفه، اللي هو هي هتكمل معاك باي لك، هتكمل كده معاك بالصدفه. انا اشتغلت في كذا شركه قبليها، كلها كانت حاجات بتجيلي بالصدفه، ايفن حتى ما كنتش بقدم فيها، هي كانت بتجيلي بدون اي لوحديها تخطيط خالص. من غير اي تخطيط. بعد سنه في فودافون شفت الصراحه ناس دايركتورز مانجرز، ناس قصص نجاح صراحه، فغيرت شويه، لو قلت لا طب ما انا كمان عايز ابقى زيهم. عمرها ما هتيجي بالصدفه، لازم أكيد. تسعى لها. فابتديت احط لنفسي بلان، وحتى رسمت ورقه كده صغيره، وابتديت احط سنين. انا ساعتها عندي كام سنه، انا عايز اول لما اوصل لسن معين ابقى مانجر، سن معين ابقى دايركتور، سن معين ابقى صاحب شركه. الحمد لله عرفت اوصل للحاجات دي قبل حتى السنين اللي كنت حاططها. يعني كنت قايل ان انا عايز ابقى دايركتور وانا عندي مثلا 35 سنه، انا كنت دايركتور وانا اقل من 30 سنه. كنت عايز ابقى صاحب بزنس وانا عندي 40 سنه، انا كنت بقى صاحب بزنس وانا عندي 35 سنه، يمكن اقل كمان. اللي انا دايما بنصح بيه ان هو حط بلان، بس لازم البلان دي تبقى يعني، او الجولز او الاهداف دي لازم تبقى سمارت. سمارت هنا مش معناها ذكيه، سمارت هنا اختصار لسبيسيفيك ميجربل اتينبل رياليستيك اند تايم. هي تبقى حاجه محدده، حاجه تقدر تقيسها، حاجه تقدر تحصل عليها، حاجه تبقى رياليستيك شويه بالعقل، واهم حاجه تبقى تايم فريم. ومش عيب خالص ان انت تغير الاهداف بتاعتك، ده بالعكس، ده هو ده الصح، اللي انت من وقت للتاني وتحط هدف معين بتحاول تسعى له. ما تبقاش ستابر بقى، ما تبقاش عنيد. العند مهم بس تو سام اكستنت لوقت معين، وبعد كده لازم حضرتك تغير مسارك. يبقى عندك لو لقيت ان خلاص الطريق اللي انت ماشي فيه مش قادر تمشي فيه انيمور، ما تعندش قوي كده بقى، غير طريق. انا عملت كده شويه في الكارير بتاعي. انا طول حياتي كنت شغال في تلك، انا قعدت 15 سنه بشتغل في مجال الاتصالات، لغايه لما وصلت تقريبا من اكبر تايتلز كوميرشال دايركتور. بس وجات لي فرصه بعد كده ان انا ابعد عن مجال التليكوم واروح لمجال تاني خالص اللي هو الريل استيت. الموضوع جالي بصراحه الموضوع جه بالصدفه البحته. وانا لسه كنت في اوراسكوم تليكوم، جالي حد زميل ليا والده صاحب شركه ريل استيت ديفلوبر، كان عايز حد يساعده في الديفلوبمنت عامه، في التطوير. يمكن حتى لما قعدت مع صاحب الشركه قال لي انا عايز كل اللي انت قلت لي عليه دوت، البيزنس استراتيجي وبزنس ديفلوبمنت، ونعمل ري انجينيرنج للشركه وهيراركي كامل مختلف، وايفن حتى كمان نعمل ري براندنج للشركه. بس اول حاجه قلت له انا لا افقه اي شيء في الريل استيت، يعني انا راجل بتاع تيليكوم، انا جاي من مجال اتصالات، مش فاهم يعني ريل استيت. قال لي بس معلش انا عايزك تشتغل معايا 3 شهور وانا بسلمه البيزنس بلان. وطبعا الحمد لله يعني كان فيري سكسسفول، وايفن حتى الشركه شغاله بنفس الاستراتيجي اللي احنا حاطيناها من اكتر من 10 سنين لحد دلوقتي. جاب لي بقى زميل لي انا عايز زيه. جاب لك عميل. اشمعنى؟ عميل جاب عميل. انا عميل جاب عميل، عميل جاب عميل. تقريبا قعدت تقريبا حوالي سنه بشتغل از بزنس بلان، بس از فريلانس بزنس ديفلوبر لشركات الريل استيت. ومن هنا بقى اكتشفت ان القطاع العقاري هو قطاع كبير جدا، قطاع دسم قوي، بس للاسف جزء فيه وجزء كبير unorganized، مش منظم. ومن هنا جت بقى فكره ان احنا طب واي نوت ان احنا يبقى عندنا انتيتي اللي هي تبقى مسؤوله عن نقطه النظام، تقدم الخدمات دي. بحكم شغلي في اوراسكوم كنت بسافر كتير قوي، فكنت كل بلد اروحها بقعد شويه ادرس بقى الريل استيت موديل جوه بلد. فكنت في سيدني بحضر تيليكوم كونفرنس هناك، عجبني قوي الموديل هناك بتاعهم. عملت بارتنرشيب مع استراليان جوفرمنت فريم ورك انستيتيوت موجوده في استراليا، هي اللي معنيه بتنظيم القطاع العقاري هناك. ومن هنا ابتديت افتح شركه ريكاب از ريل استيت اكاديمي. وبعد تقريبا سنه دخلت جزء الكونسلتيشن اللي اوريدي اصلا ان انا كنت بعمله از فريلانس. بدات بيه اصلا. فدايما بنصح اي حد عادي جدا ان انت لو ماشي في مسار معين، في طريق معين، وايفن حتى لو ناجح فيه مفيش مشكله خالص ان انت تغير ده.
فبالعكس انت محتاج تغير، انت محتاج من وقت للتاني تبتدي تشوف possibilities تانية، تبتدي تشوف فرص تانية، opportunities تانية مختلفة. حلو قوي، ممتاز. وصلنا للفقرة اللي دايما بنحبها، هي فقرة الجار. الضيف عنده 3 أسئلة، ليه الحق إن هو يعمل سكيب لسؤال واحد. الفقرة اللي ناس كتير بتخاف منها، بس يعني إن شاء الله تعديها. هي واحد بس يعني هم 3 أسئلة، ما ينفعش سكيب ليه التلاتة. سكيب؟ عليك سكيب واحدة. راضي عن نفسك الفترة دي بنسبة كام في المية؟ يعني دي حتة هفضح فيها نفسي شوية. عمري ما بوصل لنسبة 100%، ودي حتة شوية هي بوزيتيف ونيجاتيف. النيجاتيف بتاعها ان انا دايما حاسس ان في حاجة ناقصة، دايما حاسس ان هو لا، في مساحة اكتر ان احنا نطور، في مساحة اكتر ان احنا نبقى احسن، بس ما بهداش، ما بحسش بالهدوء، ما بحسش ان هو نفسي ناخد اوصل نفسك. لمرحلة ان هو ايه، اخد نفس كده واستريح واقول خلاص وصلت. ما بعرفش اعمل دي، ده عيب فيا، بس بيخليني شويه اتحرك كتير. بس ساعات بوصل لمرحله ان انا بقى ايه، ببقى خلاص بالعربي كده البطاريه فضيت، فبحتاج ان انا اشحن البطاريه بسرعه. فتلاقيني ممكن مثلا ايه، فصلت اسبوع، قفلت تليفوني، خدت اجازه بره مصر، محدش عارف انا فين، اروح اشحن شويه وارجع تاني. بس حتى وانا برجع بافكار جديده، بحاجات تطوير جديد تاني لنفسي وشركتي. فدايما ببقى حاسس ان هو لا، في حاجه ناقصه. عمري ما بوصل لنفسي ل 100% دي خالص. المهم احنا نشحن الطاقة انا بتاعتنا. بحاول اشحن بس برجع افضي تاني البطاريه بعديها على طول. محارب. احنا عايزين ده- نقلب البتاع تاني، لان جايب الأسئلة كلها. حاول تحركها كده. ماشي، يعني هي ايوه، هات من تحت خالص. ناخد لون تاني بقى. لو هيبقى عندك قوة خارقة تختار تكون ايه؟ عمري فكرت في سؤال زي ده. القوة الخارقة تختار تكون ايه؟ القوة الخارقة بقى ايه؟ تامر محفوظ يختار ايه القوة الخارقة؟ كان عاجبني قوي كان في فيلم كده اللي هو بيقدر يتنقل من مكان لمكان بسرعة. سبايدر مان؟ لا مش سبايدر مان، اللي هو كان لا، مش بيطير، هو في مش بيطير، لا هو بيظهر في اماكن، صح؟ جامبر. جامبر تقريبا. هو بيقدر يجامب من اي مكان لاي مكان. يعني انا النهارده عايز ابقى في باريس، انا النهارده عايز ابقى في حلو يو أوي. كي، انا زي عايز هانكوك كده. اللي هو ان انا اتنقل من اي مكان لاي مكان. فكره كانت عجباني قوي الصراحه، ان هو انت لو انت ما فيهاش اي ويست اوف تايم. يعني انا ممكن دلوقتي اطلع اخد تذكره طيران واطلع على باريس عادي جدا، بس فكره ان انت تروح اي مكان في اي وقت في لحظه، مفيش اي فيها ويست اوف تايم. قريب هتحصل كمان. نفسي انا قريب قريب لا، بتحصل الايام دي في السعوديه. فكره قريبه من دي شويه. اللي انت تروح لا، في وسائل نقل. وسائل نقل بتحصل. لا بس هو الفيلم كان اللي هو انت بتنط وبتجري. اللي هو بينط بيجري من يطلع مثلا ايه من ايجيبت لروم، يقضي نص يوم في روم شكرا. ويرجع تاني عادي خالص، مفيش اي حاجه خالص. حلو جدا. وفر مواصلات برضه. بس بالظبط. السؤال التاني. ناخد حاجه من تحت خالص بقى. ماشي. ده سكيب، ده سكيب. بس عشان أنا اول مره حد يستخدم ليا سكيب صح؟ خلاص استخدمته. استخدمت ده واحد. لازم تجاوب. ده ايه؟ ده بقى لازم تجاوب عليه. لما بتيأس بتعمل ايه؟ سؤال صعب قوي. حلو قوي، سؤال ده حلو سؤال أوي. مهم قوي. نص السيلز بييأس بعد ما اديه البوست. سؤال صعب قوي. دايما بحس دي حاجه ومش هعفي نفسي عنها، بس انا غصب عني كترينر بقول دايما الحل، وساعات انا بقع في المشكله دي. دايما اي حد بيسالني السؤال ده بقول له هو الفشل الوحيد هو عدم المحاوله. اللي انت تحاول وتقع ده مش فشل، ده طريق للنجاح. امتى اقول عليك ان انت فشلت، او امتى اقول على نفسي ان انا فشلت؟ ان انا بطلت احاول. انا مؤمن بده الصراحه.
بس ساعات بوصل لمرحله ان هو هيفيدك بقى خلاص من المحاولات الكتير اللي انت حضرتك حاولت كذا مره ومعرفتش توصل للنتيجه بتاعتك. بس دايما بتكلم على الورك راوند سوليوشنز، انت كده تقدر توصل للنتيجه بس مش لازم نفس الطريقه. بالظبط. ففي فرق تغير. بين الوسيله والغايه، فانت ممكن تغير الوسيله عشان توصل للغايه بتاعتك. نعم كده غير. فنصيحه، ما فيش حاجه اسمها يأس، لان في الاخر خالص يعني برضو حته دينيه شويه، يعني هو في حاجات كده هو ربنا عايزها، فخلاص انت لازم تسلم بامر الله. ما دام حاجه حتميه وانت ما عملتش فيها اي حاجه غلط مش بايدك تغيرها، خلاص دي حاجه حتميه. ربنا عايز فيها حاجه كده لحكمه معينه. ما عليك الا انما السعي. لو ما عليك الا السعي. ما عليك الا السعي بالظبط كده. بس السعي دوت ما تقالش السعي في ايه بالظبط. فانت ممكن تسعى في اكتر من طريق. طول ما انت بتسعى انت بتحاول تنجح. امتى تبطل او امتى يتقال عليك ان انت فشلت، ان انت وقفت ومش عايز تسعى تاني تبطل خلاص. محاولات. فيعني دي الحمد لله ما بوصلهاش كتير، ساعات بوصل لها بس على طول بفوق منها واغير على طول الكورس او بغير على طول الطريق اللي انا بمشي فيه عشان اوصل تاني للهدف اللي انا عايزه. حلو أوي، برافو عليك. آخر حاجة أنا بس عايز أسألك يا دكتور تامر، مين الشخص اللي أنت بتعتبره رول موديل في حياتك؟ اكتر من شخص الصراحه. طيب حلو أوي. يعني دايما لما بتسال السؤال دوت هم 4. والدي، ومش عشان هو والدي اللي رباني، لا والدي عشان هو دايما كان بيبوش مي ان انا اشوف ماي ليميتس ايه واعديها. دايما يقول لي تامر شوف امكانياتك ايه وعديها دايما بخطوه. مفيش حاجه اسمها امكانيات ليميت للامكانيات او حدود للامكانيات، دي حاجه بارير بس انت حاططها جوه دماغك. فدايما كان بيبوش مي ان انا اوصل لبوتنشال اكتر. حلو أوي. الشخصيه الثانيه الرسول عليه الصلاه والسلام، وبرده مش عشان حاجه دينيه، عشان لو انت فعلا عايز تتعلم استراتيجيك بلاننج صح ادرس السيره النبويه. الفاروق عمر بن الخطاب، وبرده مش عشان حاجه دينيه، عشان اكتر حد تتعلم منه ازاي تعرف تطبق الحق وتقول الحق حتى لو في سيف على رقبتك، عمر بن الخطاب. واحنا للاسف في الوقت ده في الزمن دوت اللي بيقول الصح ساعات بيتهاجم كتير جدا. فدايما ببقى امبرسد جدا ومبهور جدا بشخصيه كانت بتقدر تقول الحق حتى لو في سيف على الأوقات. صح جدا. الشخصيه الاخيره وكان مديري في يوم من الايام، انا كنت شغال في اوراسكوم تالاكم، نجيب سويرس. صراحه الراجل دوت اشهد له ان هو شخص طبعا كلنا عارفين نجيب سويرس، بس مش كل الناس تعرف عنه ان هو شخص فعلا بيعرف يعمل بيزنس صح. الشخص دوت فعلا ذكي جدا، شاطر جدا، بيخرج بره الصندوق كتير جدا، ساعات بيخرج بره المجره، بس هو فعلا بيزنس اورينتد شاطر قوي. والا ما كانش عرف يدير كمان اكتر من اندستري. يعني هو كان عنده اوراسكوم تيليكوم اللي هي تيليكوم، دلوقتي عنده كذا شركه ريل استيت وكذا شركه في مصر وشركه باين في سايبرس وجريس بيطور بره. عنده اكبر طواحين هواء في سويسرا. فعنده اكتر من نشاط واكتر من اندستري شغال فيها، فبيعرف بالعربي كده يوصل لحاجه ما حدش بيعرف يوصل لها. اتعلمت منه دي شويه، بحاول اسعى طبعا، لسه ما وصلتش لما انا اجيب سويرس بس بحاول اسعى. ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت. احنا للاسف يعني وصلنا لحد اخر الحلقه. احنا طبعا معاك كده كده يا دكتور هنحتاج ان احنا نقعد كتير، لان ما شاء الله الحلقه كانت ممتعه ومعلومات سريعه جدا حبيبي. وكل معلومه لو اي حد راح يسيرش عنها يوصل لحاجات كتير. فان شاء الله نتقابل تاني كتير. كنت مبسوط ان احنا كنا معاك النهارده. انا كنت مبسوط اكتر بجد. حبيبي تسلم. احنا كده وصلنا لحد نهايه الحلقه. استنونا في الحلقه الجايه هتبقى قويه برضو. شكرا لمتابعتكم لينا، ما تنسوش اللايك والكومنت والشير عشان نقدر نفيد اكبر عدد من الناس.